الزمالك بقى اللي هو ايه، انسى بقى مسلسلات رمضان وبتاع. انت ايه انت جيب فايق بتاع الام بي سي ده وخليه يعمل مسلسلات الزمالك. آه، كابتن امير عزمي والله العظيم انا يعني ما كنتش اعرفه بصراحه. امير عزمي من اللي هو بيتقال يعني. والراجل ده تعبان وجروس ده متنايل على عينه. الواد يا عيني عيط، عيط من اللي جراله، من اللي شافه في الزمالك. بس هو ايه، هو عيط. بس في النهايه عمل ايه بقى؟ خد ساب مجلس الاداره تقريبا كان في البسين بتاع الزمالك، وامير عزمي عرف ان هم في البسين بس بقى. يعني كانوا بالمايوهات، يعني بالحاجات اللي هي وخد يابا البوكسرات وجري. وهم دلوقتي في البسين بيدوروا على حد يجيب لهم ايه ده، ايه ده. ده مركز شباب، مركز شباب. في اداره افضل من كده؟ مؤامرات على مدرب، أنت متخيل؟ اداره نادي بتتآمر على المدرب اللي جايباه. ووكيل واحد، وكيل لاعبين واحد طبعا انتوا عارفينه. وكابتن عبد الرحمن اسمه ايه ده، عبد الواحد السيد. ما هو امير عزمي كان بيتكلم على عبد الواحد السيد، اكيد مش بيتكلم على كابتن محمد اسامه دكتور الفريق يعني. فتخيلوا ده. انا اسمع ان مؤامرات دي حصلت ايام قطز وظاهر بيبرس لا ده في مؤامرات في الزمالك. يعني انا مثلا لما اتخيل ان اللي بيحصل في الزمالك ده، وبعدين الزمالك لسه موجود تالت دوري يا اخوانا، ده المفروض الزمالك ده يبقى دلوقتي مركز شباب. حاجه عجيبه وغريبه. الاهلي ده محظوظ والله العظيم. ومحظوظ كمان انه واقع في فرقه زي بيراميدز دي ما عندهاش اي طموح ولا عندها حاجه. الراجل لغايه دلوقتي صارف 400 مليار جنيه، وفريق يعني يكسب بالضالين. يعني انت اللي شاف ماتش بيراميدز ومودرن فيوتشر يعني، يا لهوي. ده مش الزمالك بس الزمالك قول عنده عذر. ده الزمالك بيلعب ناقص 35 لعيب. ما عنده ده الزمالك ما عندوش 11 لعيب في الملعب، مش عنده احتياطي بره. المهم انا بس طالع اقول لكابتن امير عزمي ما تزعلش يعني، عادي. ودي اداره الزمالك من ايام ما نعرف الزمالك، يعني من ايام مين؟ شفت ممدوح عباس، وشفت كابتن مرتضى منصور، وشفت. خساره والله اللي الزمالك فيه ده. بس قشطه يعني، هيرجع الزمالك. هو مش هيرجع، هو موجود. هو العجيب ان هو لسه موجود يعني. صباح الفل.